مشاهدينا متابعينا مرحبا بكم، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، وأرحب بكم في هذا الفيديو الجديد المخصص كالعادة لتوقعات المباريات. كما تعلمون بعد نهاية كأس العالم عجلة الدوريات الأوروبية والعالمية ما زالت متوقفة، لم تتواصل بعد، إلا أن هناك بعض الدوريات العربية المستمرة في اللعب، بمن فيها الدوري الجزائري بدرجته الأولى والثانية. وفي هذا الفيديو خصصت لكم مجموعة من المباريات التي يمكن أن تفيدكم في توقعاتكم على مواقع المراهنة. أبدأها من دوري الدرجة الأولى. في المباراة الأولى لدينا مباراة البيض أمام فريق مولودية الجزائر. كما تعلمون مولودية الجزائر يحتل المرتبة الثالثة، في حين البيض يتواجد في المراتب 13 غير بعيدة عن منطقة الهبوط. مباراة أتوقع فيها فوز أو تعادل الفريق المحلي. مباراة خنشلة أمام أشلف. الترتيب كما تلاحظون، خنشلة في المرتبة السادسة حقق نتائج إيجابية بالنسبة لصاعد جديد إلى دوري الدرجة الأولى، في حين أشلف يتواجد في المرتبة 12 غير بعيد هو أيضا عن مركز الهبوط. مباراة أتوقع فيها فوز الفريق المحلي الذي انهزم في مباراته الأخيرة في الدوري. مباراة أخرى، مباراة اتحاد العاصمة أمام شباب قسنطينة. الترتيب كما تلاحظون، قسنطينة الوصيف واتحاد العاصمة سلسلة من النتائج السلبية في الآونة الأخيرة أبعدته عن مراكز الصدارة. مباراة نتوقع فيها فوز أو تعادل فريق اتحاد العاصمة وأقل من 4 أهداف في المباراة. في مباراة أخرى لدينا مباراة وهران أمام بسكرة. فريق وهران كلا الفريقين يتواجدان في منتصف الترتيب. صحيح الفريق المحلي يتواجد في أزمة مالية خانقة مثله مثل باقي النوادي الجزائرية، في حين بسكرة أقال مدربه الرئيسي في هذا الأسبوع. مباراة نتوقع فيها أقل من 4 أهداف، فوز أو تعادل الفريق المحلي مع أهداف أقل في المباراة. مباراة أخرى، قمة الدوري بين فريقي شبيبة القبائل أمام بلوزداد. المتصدر مع صاحب المرتبة 14 فريق شبيبة القبائل. كما تعلمون فريق عريق جدا من الناحية الرياضية، طبعا فريق متعود على لعب المنافسات الإفريقية. نفسه الشيء بالنسبة لفريق شباب بلوزداد الحائز على الدوري في آخر 3 سنوات. المباراة هذه لا نتوقع أبدا خسارة الفريق المحلي، فوز أو تعادل شبيبة القبائل. في مباراة الأخيرة بين وفاق سطيف أمام السورة. وفاق سطيف يحقق نتائج رائعة بمجموعة من الشبان. السورة أيضا فريق جيد يحقق نتائج مقبولة. مباراة هذه توقع فوز الفريق المحلي وفاق سطيف، الذي دائما وغالبا ما يفوز على أرضية ميدانه ولا يتعثر إطلاقا. هذا فيما يخص دوري الدرجة الأولى. اختار لكم 3 مباريات من دوري الدرجة الثانية. فريق اتحاد عنابة أمام فريق شباب باتنا عنابة يلعب من أجل الصعود. هذه المباراة ستجعله يحتل المرتبة الثالثة بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر، في حين باتنا يتواجد قريب من مناطق الهبوط. في هذه المباراة نتوقع فوز فريق شباب باتنا. في مباراة أخرى بين مولودية العلمة أمام عين مليلة، فريقين يتواجدين في المراتب الأخيرة. فريق عين مليلة الفريق الضيف يلعب كل مبارياته بالفريق الرديف، هذا ما يؤثر سلبا على نتائج الفريق، في حين العلم أيضا غير بعيد عن مركز الهبوط في المرتبة 10. نتوقع في هذه المباراة فوز الفريق المحلي. في مباراة أخيرة بين فريق سكيكدا وحمراء عنابة، فريقين يحتلان المرتبة الأخيرة في كليهما. فريق سكيكدا يسعى للهروب من منطقة الخطر، في حين حمراء عنابة وضع قدم في القسم الثاني في دوري الدرجة الثالثة مباراة أتوقع فيها فوز الفريق المحلي أيضا. هذا كل ما لدي من توقعات خاصة بمباراة الدوري الجزائري بدرجته الأولى والثانية.